تعالوا بقى النهارده ان شاء الله نعمل مع بعض فتة الشاورما. هنعملها بطريقه سهله وبسيطه واحلى من المطاعم بكتير. اول حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معايا صدور فراخ طبعا غسلها كويس بدقيق وملح وليمون عشان اي زفاره. بعد كده قطعتها شرايح رفيعه زي ما انتم شايفين. تعالوا بقى نعمل تتبيله جميله جدا. انا معتمده التتبيله دي على طول في الشاورما. اول حاجه جبت علبه من الزبادي وخدت عليها معلقه من الثوم، والثوم هنا اساسي في التتبيله بتاعه الشاورما. خدت معلقتين من الزيت ومعلقه من الصويا صوص ومعلقه من الكاتشب ومعلقه من دبس الرمان. من كل حاجه كده معلقه. خدت كده برضو حوالي معلقتين من الخل، وخدت عصير ليمونتين. ولو عندك برتقان ممكن تحطي عصير برتقانه برضو. ببقى احط عصير البرتقان مع الشاورما، بيدي للفراخ كده ريحه وطعم حلو قوي. لكن انا هنا عصرت ليمونتين. هقلب التتبيله كده كويس وبعد كده هننزل بالبهارات. البهارات بقى حطيت بهارات شاورما وحطيت بابريكا وحطيت فلفل اسمر وحطيت توم باودر وبصل باودر وحطيت حبهان مطحون. واساسي في الشاورما الحبهان المطحون بيدي طعم وريحه جميله جدا. بعد كده نزلت بالشاورما. هنقلبها كده في الخلطه كويس وهنسيبها في الخلطه دي اكتر من ساعتين او ساعتين. ممكن طبعا تبع الوقت اللي عندك، ممكن تعمليها من بالليل. كل ما بتقعد في التتبيله بتدي طعم احلى معاكي. قلبتها كده كويس وبعد كده هغطيها ببلاستيك راب وهدخلها التلاجة. وانا هنا سبتها ساعتين اتنين. خلاص كده تمام. بعد كده هنعمل الرز. هنعمل رز خفيف جدا وسهل في نفس الوقت. خدت كده شوية من الزيت ونزلت بقى بالبهارات الصحيحة. حطيت حبهان وحطيت كبابة صيني وقرنفل وورق قرفة. دي اللي احنا هنستخدمه، بس هنحمص البهارات عشان تطلع الزيوت العطرية اللي فيها وتدي ريحة حلوة للرز. وبعد كده هحط معلقة سكر تتكرمل معاهم. حطيت شوية من الكركم، معلقه صغيره كده من الكركم. وهنا بقى غسلت الرز غسلته ما نقعتوش وحطيته على طول. هقلبه كده كويس وبعد كده هنزل عليه بالميه. طبعا ده رز بسمتي. كل كوبايه رز بسمتي طبعا نوع الرز ممكن تاخد معاكي كوبايه ونص من الميه او كوبايتين من الميه. نزلت بالملح. وهنا طبعا انا مش بعاير الميه، انا بحط كده بالشكل. بس انت طبعا لو حابه تعايري الميه عشان يطلع معاكي مظبوط هتحطي كوبايه رز على كوبايتين ميه، او تبع نوع الرز زي ما قلت لك. في رز بياخد كوبايه ونص من الميه على كوبايه رز. هنا بقى الرز كان بدأ يتشرب الميه. مجرد ما يتشرب الميه بتاعته ههدي عليه النار واسيبه بقى لحد ما يستوي كويس. هننزل بقى بالشاورما بعد ما سبتها ساعتين اتنين في التلاجة. الطاسه طبعا تكون سخنه عشان ما تنزلش معاكي ميه. الرز هنا كان اتشرب الميه بتاعته، قلبته وهدي عليه النار واسيبه يستوي كويس. الشاورما طبعا ما بقلبهاش غير لما بتاخد لون من الجهه اللي تحت عشان ما تنزلش معايا الميه، تحتفظ بالعصاره بتاعتها. بعد كده اقلبها كده كويس. لو عجبتك الوصفه ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. خلاص الشاورما طبعا ما بتاخدش وقت معانا في التسويه. خلاص كده اتشربت اي عصاره فيها. بعد كده بقى نقطع العيش وهنحمصه في الزيت، او ممكن تعمليه في الاير فراير، او ممكن ترش عليه شويه زيت وتدخليه الفرن تحت الشوايه. اي نوع عيش عندك عايزه تستخدميه هيمشي معاكي في الوصفه. خلاص كده اقطع العيش كله طبعا بنفس الكميه. وهنا كمان الشاورما كانت خلاص استوت معانا. خلاص كده هنفصل النار. وبعد كده نزلت بزيت. الزيت طبعا لازم يكون سخن. وهنزل بالعيش زي ما قلت لك. ممكن تحطيه في الاير فراير وممكن تحمصيه في الفرن، ممكن تحمصيه في الزيت زي ما انت عايزه بقى. مجرد ما بياخد لون كده بنخرجه من الزيت وبنحطه في مصفى عشان يصفي اي زيوت زياده فيه.
خلاص كده تمام. هنزل بباقي الكمية. شايفين الوصفة سهلة جدا وبسيطة، مش هتوقفك في المطبخ كتير. الشاورما طبعا كانت استوت وجهزت معانا، والرز كمان استوى. هنا بقى جبت كده عيش سوري وهبدأ اعمل سندوتشات شاورما. دي تومية طبعا. انا كنت عملت التومية بس المقطع بعد ما صورته ما لقيتوش، هبقى انزل لكم الطريقة بتاعتها. حطيت كده التومية وحطيت شوية من الشاورما، واحط خيار مخلل. وهبدأ الفه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتشيريه عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. رحت كده في طاسة على النار، مسحتها كده بالفرشة مسحة زيت خفيفة. وبعد كده هبدأ احمص الشاورما، السندوتشات الشاورما. هنا الرز بقى ما شاء الله كان استوى، شايفين زي ما انتوا شايفين مفيش ولا حباية ماسكة في التانية. حطيته كده على صينية، وبعد كده حطيت العيش اللي احنا محمصينه، ونزلت بالشاورما. شايفين بقى الصينيه شكلها عامل ازاي. طريقتها سهله وبسيطه، في نفس الوقت مش هتاخد معاكي وقت كتير، وطعمها بيكون احلى من بره بكتير. بعد كده بقى قطعت السندوتشات بتاعت الشاورما. احط كده شويه من التوميه. قطعت السندوتشات وهرصها كده زي ما انتوا شايفين. ودي كانت وصفة النهاردة. شايفين وصفة سهلة جدا وبسيطة. ان شاء الله تجربوها وربنا يحسن ما بين ايديكم، واشوفكم في وصفة جديدة على خير، ومع السلامة.